الرحيم. أهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حكاية أو حقيقة حصلت وهنتكلم فيها، ويمكن تكون ممكن ناس شايفاها قضية انتحار وناس شايفاها إنها قضية قتل. هتقول أنت كمان، أنا هقول لك قصة انتحار نيرة صلاح. ايوه، خليكم معايا. بس قبل ما نبدا، الاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات والكومنت الجميل بتاعكم، ونسيب برضه الدعوه لقناه فلسطين، وخلونا نبدا بالحلقه على طول. الموضوع النهارده بيتكلم عن نيرة صلاح. ومين نيرة صلاح؟ نيرة صلاح رحمه الله عليها اولا ميت مات اولا طالبه في سنه اولى كليه الطب جامعه العريش. حصل خلاف بينها وبين زميلها، بين واحده زميلتها. زميلتها اسمها شروق احمد كمال. تمام. حصل خلاف ما بين اي اتنين زمايل عادي. وعلى فكره، مش الخلاف بين اتنين الزمايل عادي ممكن يصلح، ولكن ممكن الخلاف ده الله اعلم ممكن يكون سببه ايه. الله انا ماليش فيه. انا اقول لكم انها اتفقت مع واحد زميلها اسمه طه. تمام. انها وعشان عامله خلاف معاها حضرتك زي ما انتوا شايفين معايا ايه، اتفقوا انهم اولا قبل ما اقول اي حاجه، قبل ما اخش في اللي هقوله ده، اولا نيرة صلاح رحمه الله عليها كانت مؤدبه ومحترمه خلقها وبتصلي وبتصوم. يعني كانت محترمه جدا، وفي ناس تشهد بكده. ولكن طه الواد والبنت عملوا ايه؟ اتفق مع صاحبتها انها تصور رحمه الله عليها صورة في الحمام. المفروض يعني قذارة وقلة أدب وسفالة أكتر من كده ما شفناش. أنتوا عارفين وصلتوها لحالة إنها خلاص البت من كتر ما بقتش قادرة تستحمل انتحرت، أو في رأيي إنها قتلت. حضرتك دي في رأيي إنها قتلت. هقول لك ليه قدام شوية. الموضوع كل ما فيه الخلاف حصل، الواد قال لصاحبتها حط تصوريها وهي في الحمام وهي قلع، وهي ما فيش هدوء. تمام. ركزوا معايا في الكلام. وبعدين صورتها والصور بعتت لطه. فالبشوات يعملوا ايه عشان يبوظوا سمعتها والناس شاهده انها مؤدبه ومحترمه وبتصلي وبتصوم؟ الصور يا سيدي نزلت على جروبات الدفعه عندهم. وفي ناس قالت انها شيخ، او عامله لنا فيها شيخ ومحترمه ومش عارف ايه، ومن الناس دي كتير، وانها نفس الناس اللي بتشهد باخلاقها. الناس بقت بوشين يا جدعان. بس كمان يا ريت وقفت لحد كده وتم وصول تهديدات لها من قبل زميلتها وصديقها انهم يعتذروا لهم عن كل اللي بتعمله، وهي اصلا ما عملتش حاجه. يعني دوبك تعتذر بعد ما اعتذرت وقالت نفذوا اللي في دماغكم عشان فضحتها. ده الموضوع على كده؟ لا، اتنشر والموضوع اتعرف لدرجه الناس بقت شايفاها مش محترمه، ودي اللي عاملين فيها شيخ وصوم وبتصلي والكلام ده. احب اقول لكم ان البنت من كتر ما خلاص ما بقتش قادره انتحرت. ولكن في رايين. يقال انها اولا هي عامه هي كانت صايمه اليوم ده. يقال انها كانت خدت جرعه زياده من الحبوب للانتحار. وفي الراي الثاني بيقال ان صديقتها حطت لها سم في العصير. حضرتك قلت لي مش انا قلت لحضرتك او حضرتك ان انا شايفها قضيه قتل. قضيه قتل.
وفيما بعد ستصبح قضية يا عامة. أولا، سواء كانت انتحرت أو اتقتلت، هي بالنسبة لي يعني في رأيي أنا قضية قتل. ليه؟ حضرتك مين السبب؟ مين السبب اللي وصلها إنها تنتحر؟ مش أنتوا؟ ولكن المشتركون في الجريمة يعني ثلاث أشخاص. واحد هقول لكم على الشخصية اللي فيها اتنين أبوه وأخوه مش هقدر أقول هم شغالين إيه عامة، حتى عشان في حاجات أنا ما أقدرش أقولها. ثانيا إن أنا بحاول على قد ما أقدر أكون هادي، لأن لو أكتر من كده ممكن أنفعل. ولكن خلينا في الموضوع بتاعنا. 3 أشخاص سبب في هذه الجريمة: طه، أحمد كمال، وكيل الكلية. أنا ما أعرفش اسمه. حضرتك أنت في الكلية كدورك كوكيل أو دكتور إن أنت تسمع للطالبة أو الطالبة اللي عندك في الكلية. المفروض تسمع وتحكي، شوف هي هتقول إيه، لأن أنتوا في الكليات يا دكاترة يا وكلاء، أو سواء كنتوا دكاترة أو تحلوا محل الأب خارج البيت، المفروض تنصحوهم. لا، وكيل الكلية راحت وكيل الكلية قال لها إيه؟ ده أبوه ده ما أقدرش أعمل حاجة عشان البيت. أولا البيت هما أبوها وأخوها ماسكين حاجة منصب وناس تقال في البلد، ناس تقال مش قادرة تعملوا حاجة. البنت خلاص استكفت، قالت أنا مني على الله، وراحت زي ما بيقولوا في ناس زي ما بتقول إنها انتحرت، خدت حبوب وخدت جرعة زيادة وانتحرت. وإيه؟ والرأي التاني اللي بيقول إنها اتقتل، يعني إنها صاحبتها حطت لها السم في العصير وقت ما تفطر. حسبي الله ونعم الوكيل. مش توفيت رحمة الله وإن شاء الله ربنا يغفر لها ويسامحها. الحاجة التانية، البنت ماتت. الموضوع يقف ويخلص على كده؟ لا، البشوات الاثنين أحمد كمال وطه بعد ما انتهى، المفروض بقى الموضوع يبقى كده خلص خلاص بعد ما انتحرت. لا، والدتها لما عرفت قالت انها ممكن تكون خدت حبوب، يعرف ربنا لا او لا، انا اتقصت عرفت اللي فيه. الموضوع يخلص لحد ما كده عملت هو شكل موضوع التهديدات عجبت الواد والبنت، وعجبهم لدرجه انهم هددوا والده البنت المتوفيه: اخي نشوف منكم في يوم في جهنم وتتحرقوا بنار ما تتحرقوا بنار ما بتطفيش وتولع في اجسامكم وفي جسدكم. طبعا بقدم خالص العزائي لاهل نيره صلاح، وان شاء الله حقها وحق نيره لازم يجي. انا من هنا بقول فوقوا، احنا خلاص ما بقاش فينا حاجه، ما بقاش في حاجه نقولها. السنه الجديده دخلت علينا بحاجات غريبه يا جدعان، فوقوا. وصلت للانتحار او القتل. مين اللي هم عاملين ايه؟ هم البنت متحاميه في اهلها اللي ماسكين مناصب، انا ماليش دعوه عشان هم مش هيتحاسبوا، ولكن هناك من سيحاسبكم يوم القيامه يا اهل جهنم، يا اهل جهنم، اهل جهنم. الله سبحانه وتعالى عارف انتوا عملتوا ايه، ومستنيكوا في يوم القيامه.
وطبعا قبل ما انهي الفيديو، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. وثانيا نقدم خالص الحسن والاسى لاهل المدينه صلاح. وما تنسوش برضه دعوة اخواتنا في فلسطين والاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات. وده كان نهايه الفيديو، ونشكركم على حسن المتابعه، والسلام عليكم.